طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. المواطن راه كيعرف كلشي، المواطن ما محتاجش انا نقول طبعا الاساس. حتى هادشي ديال الهيئات ديال الوساطه مع المواطنين والتواصل مع المواطنين راه تغيرات، وحنا مازالين غاديين في وسط القنوات. ما تنقسموش شي مرات السياسيه للاسف المسلمون وضحي الله خسروا الفلوس على لي زارتيك وخلص هذا باش يتبع هذا، راه ما حتى واحد ما يطالبش، راه تنقراو احنا والناس ديالنا، راه المواطن والله ما دايرها في داكشي. هادشي مع احترامي يعني كاع وسائل الاعلام والمواقع الجاده اللي تنقدروها مشترك تحت الزوج تعاون معاها، راه كيشوف المواطن تيشوف عارف كلشي وجالس واخا ساكت راه ماشي حتى ساكت راه ما عارفوش ساكت وتيقول لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. هادشي الا شاف داكشي المواطن تيشوف واش المصلحه ديالو مقضيه على مشى الاداره، واش كاين استغلال، واش كاين جديه، واش كاين تفاعل. الى كاين واحد المساله ونهضر على المطالب المشروع، راه خصنا نبقاو نطيحو في البياج ديال تنجيو تنحلو ندغدغو المشاعر ديال المواطن ونهضرو في شي حاجه اللي عارفينها قانونيا ما كايناش، والوضعيات اللي واخا هي تتبع الحاجيات الاجتماعيه كاينه، ولكن اخطاء ديال الناس قبل، اخطاء ديال التقسيم السري، اخطاء ديال ما نبقاوش نكذبو على المواطن، نشدو اليد باش نلقاو له حلول قانونيه ولكن نبقاو ممنوع. دابا كاين هنايا دابا كبير على شي ديال الشهادات الاداريه، خير باع سيد الوالي غير الدوريه سيد الوالي السابق ديال الشهادات الاداريه. شنو بغيتو؟ بغيتو الفوضى؟ فهي بصراحه دابا تنهضرو على احياء جديده اللي تحدثات بشكل غير قانوني وحدثوها، يعني بعض المراكز المصالح اللي غير قانونيين وحدين تغداو منها بطريقه غير قانونيه، وتنجمو نباركو هاد الشيء ونشجعو واحد اخرين يجيو عاوتاني يكريو شي المدن ديالنا الوغيم. بصراحه نكونو صريحين عرفنا مع المواطنين شنو المدن اللي بغينا، واش بغينا مدن تنفتخروا بها داك السميتو، ولا بغينا مدن اللي فيها جهه احسن الشوارع في العالم وداكشي زوين وكذا، وجهه اخرى اللي يقلب المواطنين بالفلوس ونبقاو نشجعو الوليدات وشي وحدين اللي خدامين في اشياء ماشي هذيك فهمتي. صافي الموضوع ما يجوزلكم كون عندنا الشجاعه باش اننا نقولوا هادشي بطريقه صريحه تجاه المواطنين. راه تنبركو على شي حوايج اللي ماشي على اي حال. الان خص واحد غنتنادي بواحد التعبئه جماعيه ديال الجامع باش كلشي يستغل في بركه مع اللي هكل هذا راه ما عنده حتى شي فائده، فقط ثقه في العمل العام ديالنا كاملين ماشي ديال شي حد. حنا عندنا وضعيه هي ظرفيه عالميه متسمه بالتدخل، متسمه باثار الجفاف والضغط على المدن خاصه المدن الكبرى طنجه من المدن اللي هذاك عندنا اشكاليه ديال التجاوزات المجاليه لا ما بين بعض الاقاليم والمدن وكذا، ولا في قلب نفس المدن. مدينه طنجه فيها احياء اللي كتعاني من مشاكل كبيره واللي خصنا نتركوها جميع في هادشي اللي جاي. كاينين برامج جديده تتهم الاستحقاقات الدوليه الكبرى جدا، نحتم ان شاء الله الاعلان ديالها عليها في وقتها. من بين الاشياء اللي فيها هو هذا تدارك هذا التفاوض اللي كاين وواحد الانصاف ديال بعض المجالات وبعض الأحياء اللي ما نقدرش نبقى من جهود العمومية بصفة عامة.